سعود، امسي عليك وامسي على الكابتن ناصر حسان والكابتن وميض منير وعلى متابعي شاشة قنوات الكأس في الوطن العربي الكبير في العراق الحبيب تحديدا. وقد استمعنا إلى موطني بين المنتخبين. انطلقت صافرة الحكم، 6 نقاط للمنتخب العراقي في هذه التصفيات. 1-0 في الدقيقة 96 ضد فيتنام، وال1-0 ضد الفلبين. سانتياغو رابليكو 18 سنة، موهبة 19 سنة، قادمة بقوة بالنسبة للكرة الفلبينية. تم البحث عماري، عادت إلى إبراهيم من جديد. إبراهيم نقلات حلوة والله، حلوة. الإفطار بدأ بالنسبة للمنتخب العراقي في المباراة، يسجل ال1-0 قبل هذه المواقع. يتصدر في القوة الجوية ترتيب الدوري العراقي الموسم الحالي، ويغلب اللاعبين اللي جايين من الدوري العراقي قدرهم 14 لاعب، 5 منهم من الجوية، 4 منهم. حمى الله أهل العراق بشكل عام وأهل دهوك بالتأكيد بشكل خاص، ورحم الله من رحل. يمكن كانت في صورة جميلة الرئيس نادي دهوك الدكتور عبد الله جلال، كان في عملية تنظيف وإزالة المخلفات الخاصة بالسيول اللي كانت في الأيام الماضية، وبالتالي تضامنا مع أهل دهوك. لاعب واحد طبعا دهوك في تشكيلة في قائمة المنتخب، لكن الحديث عن المنتخب العراقي في أرضية الملعب الآن متقدم 1-0. محاولة المرور، الله احفظوا هذا الاسم، احفظوا. سجل هاتوا ورقة انت حلوة بالنسبة لك، لكن شوف اللاعب، يا سواله، اخذ يمين، اخذ فهو في ظل اصابات اللاعبين الاطراف من خزدوسكي، اتوقع ممكن كان يبدا ضرغام، لكن ما فضل كازاس المراهنه على ضرغام. العراق تسجل. ميمي في الذهاب، بايش في الاياب. ال1-2 المرور داخل منطقه الفلبين في هذه الجوله، يلعب ضد الفلبين، لانه انك تلعب بين العراق والفلبين وبعدين تقطع هذه المسافه في ظرف ايام قليله. حتى الوحدات التدريبيه للمنتخب العراقي هنا كانت قليله جدا، يعني احنا شفنا في الفيديوهات التي اتت من العراق الحبيب موجوده. يبقى في نهايه المطاف انا اقدر انه الرغبه بان تكون احترافيه اكثر، انه يكون ملاعب بارضيه افضل. وهذا علي جاسم، وهو قائم بالواجب. علي جاسم تلعب الكره، شوف حتى امير اغلب الوقت واقف في نص الملعب، لكن لما تحرك قدام علي، يا سلام، ياخذ المدافع الفلبيني، يلعب الكره تصل هنا. هذا زيدان تحول، زيدان شاف ان اليمين ما فيها ما تجيها كرات، راح عراقي متقدم بثلاثيه مقابل لا شيء. بايش زيدان اقبال، يسقط زيدان، صافره وخطا. زيدان اقبال في اللقطه الماضيه مع اسكاري كوكونين لاعب نادي لانفون ووريان التايلاندي، هو طبعا مولود في فازة، طول 1.92 سنتيمتر، سباستيان لازم يصل على فكرة. وبالتالي هذه تغييرات الفلبين في الشوط الثاني. هجوم المنتخب العراقي عند حسين علي، يقف على الكرة حسين، يبحث عن زيدان اقبال، يلعب لزيدان، يتلاعب بالكرة زيدان مع حسين، خذ لك وانتو، خذ لك متعة، إثارة زيدان عند الكرة. زيدان بيمر من المدافع، ما زالت الكرة مع زيدان، يعيد الكرة لصفاء هادي. الارتكاز، استلام الكرة. الحديث كذلك عن اللعب على الكرات الطولية التي يعتمدها المنتخب العراقي في بعض الأحيان قد ما تأتي حلول. محاولة الحصول على الخطأ، زيدان اقبال، حكم بارك الماف. أمير العماري في وسط الملعب، زيدان عند الكرة، زيدان يلعب الكرة إلى حسين من لاعبي الفلبين، عادت إلى أمير العماري، خطير الكرة، يمرر الكرة، تدخل، ذهبت إلى زيدان في محاولة المرور، يسدد زيدان خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. ضاعت الكرة من زيدان. علي جاسم كان ينتظر التمريرة، زيدان فضل التسديد، والكرة اللي خارج الملعب. جربوا العماري، شوف أمير مررها، أبعدها من جديد. أجينالدو، واسمه الرسمي طبعا مثل ما ذكرنا سيمون توريبو ستاديوم. تلعب الكرة صالح المنتخب العراقي، هجوم مستمر، يلعب الكرة، يمرر، لكن التغطية من سيمين لينغبو، الضغط موجود من زيدان اقبال، ثم السقوط على أرضية الملعب. نصر الدين شي يقول؟ نصر الدين كنا يقول ما في شيء. شوف هنا الكرة من حسين علي، لاعبين المنتخب الفلبيني مو قادر حتى يبدون هجمة، وبالتالي هنا السقوط كان ما بين سانتياغو ورابليك. محاولة المرور من علي جاسم، تعود الكرة لزيدان اقبال، معروف
يشمر من تلوح النار. ايوه ايوه، ذكريات جميله في خليج البصره لا تنسى لا تنسى. والتحيه كذا نصر السري يقدم مستوى ممتاز مع الشاطر حسن. هجوم للمنتخب العراقي. شوف جبنا طار السفاني، وبالتالي ننتظر اهداف اخرى. يعني موسم حلو موسم دوري نجوم العراق انا عاجبني. هجوم خطير الرابع، الله شكو شي حلو بيك. غير انت عالم ثاني. اي والله يا زيدان، غير انت عالم ثاني يا عراق، غير انت عالم ثاني يا زيدان، يا ممتع يا فنان. يسجل رابع اهداف الاسود من خلال هذه المباراه. هذا الولد يسعد البلد، يضع بصمته مع منتخب العراق. اظن انها الاولى بالنسبه لزيدان. اقبال يستلم الكره داخل المنطقه على اريحيه ويسجل اول اهداف او رابع اهداف المنتخب العراقي، وهدف الاول من خلال هذه المشاركه في هذه المباراه بالنسبه لزيدان. اقبال يسعد الانصار بكل تاكيد، يجعل من النتيجه 4 أهداف مقابل لا شيء لصالح اسود الرافدين. اول هدف دولي لزيدان اقبال بقميص اسود الرافدين يظهر من خلال مباراه الليله، وبالتالي يستحق كل هذا الثناء، يستحق كل هذه التحيه. زيدان اقبال الرائع جدا الذي يضع بصمه لاعب نادي اوترخت الهولندي. قلت لك هذا تبني عليه الاستراتيجيه هو وعلي جاسم. شوف الحديث لا يغرك والله. لا نعمل من الحبه قبه والله العظيم. والله فلان طلع ما سلم فلان. ناس تلعب وتتعب. متاكد الامور في غرفه الملابس مختلفه. الكل همهم. شفت هذا ينبني عليهم يوسف، زيدان، علي جاسم في وسط الملعب، بايش كذلك. ياسين عاد، احمد ياسين رجع، ويوسف الامين. كره صفا هادي يحمل الشارة حاليا. نقلات حاضره، لا ما يحمل الشارة عند سيد جلال. ارتبطوا دائما بالطلبه. انيق في ارضيه الملعب يسجل. زيد الانيق انك معانا وانت لا تنسى، انت واحد من الاسماء التي لا تنسى. كابتن وميض منير لا تلك الاهداف الحلوه في الايام الخوالي مع المنتخب العراقي. معاون كبير جدا، يحرصون على كل شيء، يتابعون كل شيء. يعني لاعب ممتاز، هناك لاعب يعني اكثر امتياز، وبالتالي الخيارات كلها موجوده عند المدرب. خلي الخيارات عند المدرب. اللاعبين هم تجمعهم غرفه ملابس واحده. الصفجار رئيس الاتحاد العراقي لكره القدم مع فريق عمله من اجل القادم. نمسك فيه، نحاول نعلي من كره تصل، تمريرات، تنقل الكره الى اليسار اللي انا علق العراق وما يكون فيها ضغط كبير او تنشن او اعصاب. تصل الكره لخارج المنطقه، استلام، تمرر الكره بهذا الشكل، تفكير بالتسديد، التأجيل، محاولة المرور. تصل الكرة الآن عكسية، اصطدمت، تدخل كفيلا بالحصول على العلامة الكاملة حتى اللحظة مع المنتخب الأسترالي ضمن أهداف مقابل لا شيء في شباك المنتخب الفلبيني. شهدت آسيا. مبروك يا عراق، افرح بهذا الانتصار ومزيد.